مش ناقصه قرف. هي انت في ناس مستنياك ما تروح لهمش بمرض من السكن. اخواتي وحبايب قلبي طلاب الجامعات، الفيديو ده مهم جدا. عمر احمد بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد بالك علشان ما ترجعش لعيلتك بمرض. كلام مش كل الناس هتقوله لك. المرتبه اللي انت هتنام عليها، عايزك بس تتخيل كده جوه مخك ان المرتبه دي نام عليها كام فرد قبلك. لا دي حفله، فدي اكتر وسيله تنقل مرض ليك ولعيلتك. خد بالك بقى كده وركز معايا عشان تفهم هتعمل ايه. المرتبه دي يا بيه اكتر حاجه تلم بق وحشرات وقصه، وممكن ما تاخدش بالك من على الوش كده. ارفع المرتبه من تحت ناحيه الملل كده وبص. دي اول حاجه. تاني حاجه، اوعى تفرش ملايتك على السرير من قبل ما تعمل الكلام ده. تعرض المرتبه والملل للشمس درجه حراره، تنضفها كويس جدا. على السرير بتاعك نفسه تكون جايب زي مبيد كده او اي حاجه مقاومه للحشرات وللبق، اهم حاجه لان الجسم بيفرز حاجات بيموت فيها البق. تحط مبيد للاوضه بتاعتك كلها من اولها لاخرها، تمسحها بمبيد. تعقم المرتبه كويس، والحاجات دي بتتباع عند محل المنظفات اللي هي التعقيم بتاع المراتب وتنظيف الاوضه والكلام ده. عند اي محل منظفات روح هناك واشتري شويه حاجات كده خليهم معاك ملازمين. الناس اللي محيطه معاك في الشقه او في الاوضه بتاعتك، نركز كده مع بعض ونحط جدول نظافه جميل علشان ايه ما نتعديش كلنا. سريرك كده كده ممكن لما تيجي تسافر لو تروح مكان حد ينام عليه. الجسم كده كده بيفرز حاجات قلنا على المرتبه، ما ينفعش ان انت تيجي تنام بعده على طول، غلط. لو عنده مرض هو ممكن ما يكونش قايل عليه اصلا، تلاقيك لبست المرض ده من غير ما تاخد بالك. لا ومش انت بس، نقلته لكل العيله. انا نصحتك وانت براحتك. ودولابك الحاجات اللي هتحط فيها الهدوم ما تجيش ترص حاجتك على حاجه غيرك، ولا تفرش ملايتك على مرتبه نام عليها 700 واحد قبلك. الشرابات والكوتشيات ما بتبقاش في الاوضه، بتبقى بره عند الباب. المطبخ ما يبقاش فيه صراصير وحشرات وكلام من ده. كل الكلام ده متنضف وعلى سنجة 10 زي ما بيقول. الغسيل بتاعك ما يتغسلش مع حد تاني، يعني غسيلك يتغسل لوحده. ما تجيبش بقى بوكسرات وفانيلات وكلام من ده مع حد تاني وتغسله. احلى مرض عليك حاجتك تتغسل لوحدها في يوم معين وقسموها. الهبل اللي بيحصل ده مفيش منه. لو نزلت ورحت اي مكان هتطول فيه شويه، تشيل الملايه بتاعتك والكيس المخده واي هدوم ليك على السرير تتحط في الدولاب بقفل، علشان محدش ينام على سريرك وعلى ملايتك. ملايتك تتغسل باستمرار، كل يومين تروح واخدها تغسلها ويبقى معاك بديل. الملايه ما تطولش اكتر من كده، غلط. حتى لو انت اللي بتنام عليها بس بلاش قرف. النظافه الشخصيه عموما ريحتك تبقى نظيفه، وما تسمحش لاي حد معفن يبقى معاك في السكن. يا تكسفوه يا تمشوه يا ينضف، علشان مش ناقصه قرف. هي انت في ناس مستنياك ومستنيه اجازتك ما تروح لهمش بمرض من السكن. ده بقى يبين لك ان سكن الجامعه احسن بكتير من السكن الخارجي اللي هو الشقق والكلام ده، لان بيتنضف باستمرار. صراحه الحته دي كويسه هناك. الفيديو اللي جاي بقى هعرفك الحاجات اللي ممكن ما تخليكش تسكن في المدينه لو انت فيها حاليا، لان الموضوع بتقدير وبعد جغرافي وكلام من ده. فلو تعرف حاجه عن الموضوع ده اكتب لي في الكومنتات، واستنى الفيديو اللي جاي باذن الله. لو وصلنا 100,000 قبل نهايه السنه دي هيبقى فيه عمل خير كبير كل حد عمل فولو ومشارك فيه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.